انا كان جاي لي طب بيطري اسماعيليه وانا من المنصوره، فكنت محتاره ادخل عام اسماعيليه ولا برامج المنصوره. دايما سؤال ايه الفرق بين عام وبرامج كنت بساله لاي حد بيقابلني، وللاسف كل الكلام اللي سمعته اما دخلت الكليه ما لقيتش منه اي حاجه صح. لو عاوز تعرف الفرق بين عام وبرامج فعلا كمل الحلقه للاخر. انا ياسمين طالبه في طب بيطري، وانت دلوقتي بتسمع بودكاست اعرف بيطري مع ياسوبات. صلي بينا على النبي. مبدئيا كده يا صديقي، كان بيتقال لي ان برامج المنصوره صعبه جدا عن عام، وانهم بياخدوا مواد زياده عنهم، والمواد الاساسيه زي الاناتومي والفسيولوجي والبايو وكده بياخدوا منها اللي يفيد تخصصهم بس، يعني مش بيكونوا ملمين بكل حاجه. اهم حاجه عندهم التخصص، وكمان بيبداوا التخصص من سنه اولى، واما بيتخرجوا ما ينفعش يشتغلوا في اي مجال تاني غير تخصصهم. يعني مثلا لو انت برنامج ادويه ما ينفعش تفتح عياده بتاعت بيتسي مثلا. ده غير بقى انك ممكن تدفع حوالي 40,000 في الترم، وكمان امتحاناتهم اكتر من بتوع عام، وبيروحوا كلية علوم، وبتوع عام مش بيروحوا، وانهم كمان بنظام الجي بي اي اللي هو نظام الساعات المعتمدة. شايف كل الكلام اللي انا قلته ده؟ في حاجات منه كتير كانت موجودة فعلا بس قبل ما ادخل الكلية. انا دفعة 2022، فكنت في اولى دفعة 2023 في الكلية. فاول ما الكليه عرفت ان احنا داخلين قالت احنا يا جماعه الدفعه دي شكلها عسل كده واحنا حابينهم وشكلهم مميزين، فاحنا هنجيب كل النظام بتاع الكليه وهنبدا نشقلبه 180 درجه. تمام. فحرفيا يا جماعه احنا اول دفعه يتطبق عليها كل حاجه جديده. فمن الاخر كده احنا الدفعه اللي تجرب فيها حاجات كتير. فتعالى بقى اقول لك فعلا انت لما تخش الكليه هتلاقي ايه، وايه الفرق بين عام وبرامج صح يعني. الاول طبعا هي الكليه بقت نظام 6 سنين، وكلنا عارفين المعلومه دي خلاص. تمام. وانا برضو اول دفعه اتطبق على الموضوع ده، ان هي 5 سنين دراسه وسنه امتياز. طيب الكليه يا جماعه ما عادش عندنا حاجه اسمها انك تشيل سنه او انك تعيد سنه او انك تسقط، ما عادش الكلام ده. احنا بقى عندنا اذا كان بقى انت عام او برامج، فالنظام كله بقى نظام ساعات معتمده. يعني ايه بقى ساعات معتمده؟ يعني احنا عندنا المواد بتبقى عباره عن ساعات. يعني مثلا انت في سنه اولى الترم الاول هتلاقي عندك مثلا ماده اسمها البايو فهتلاقيها بساعتين، ماده اسمها الاناتومي هتلاقيها ب3 ساعات، إيه مثلا فيسيولوجي بساعتين، وهكذا. فانت بتجمع عدد ساعات الماده، عدد ساعات المواد اللي عندك كلها. يعني وليكن مثلا انت السنه دي اول ترم مثلا هتسجل 18 ساعه، وليكن انا بدي مثال. فانت ال 18 ساعه دول هم دول اللي انت هتدفع فلوسهم. يعني ايه؟ يعني لو انت برنامج مميز فانت المفروض كده هتبدا تشوف الساعه عندك بكام. الساعه حاليا ب 550. انا اياميها بقت كانت ب 450 بس غلط بقت ب 550. معرفش صراحه السنه دي هتبقى برضو 550 ولا هتزيد، انتوا بقى حظكم، ولكن هي حاليا ب 550. فانت المفروض هتجيب 550 وهتضرب في عدد الساعات اللي انت هتسجل فيها في الترم، فهيطلع لك مبلغ. هو ده المبلغ، دي مصاريف الكليه. انا عن نفسي في حدود المصاريف بتاعه الكليه كبرامج مميزه بندفع ممكن من 18 ل 20 الف مثلا. واول الترم الاول بيبقى فيه 2000 جنيه زياده كده زي ضرايب او حاجه، لكن الترم التاني بيبقى الفلوس اقل كتير من الترم الاول. تمام. فده كده الاول بالنسبه لي الدفع. لكن طبعا برنامج العام بيدفعوا رسوم بسيطه 1800 2000 اظن حاجه في الحدود ديت يعني. فدي الاول بالنسبه للمصاريف. علشان في ناس بتتلخبط مش عارفين بيدفعوا كام. ده كنت بسمع ارقام 40 و50 الف في الترم، طبعا لا هو الموضوع مش كده يعني. ده يوم ما تضرب جامد يعني، ففي الاغلب بيبقى 25 الف، ده يعني يوم ما خلاص يعني فاهم. ده بالنسبه لي النقطه الاولانيه. طيب بالنسبه بقى للنقطه الثانيه في حته النظام عام وبرامج. عام يا شباب زمان كان الماده عندهم ب50 درجه، وكانوا ما عندهمش حاجه اسمها اسبوع الميدترم ان هم يمتحنوا ميدترم وكده، فالدنيا كانت عندهم اخف شويه. وبرامج بقى اللي كانوا مسحولين كانوا عندهم الماده اولا ب 100 درجه، وكان عندهم طبعا امتحانات ميد ترم، ويعني الدنيا كانت عندهم صعبه. حتى كان درجات كتير، يعني ميد ترم كان بدرجات كتير، وعندك كويزز وعندك اساينمنتس وفي حاجات كتير جدا كده. طبعا الاثنين دلوقتي بقوا زي بعض بالظبط. عام وبرامج الاثنين بقوا ب 100 درجه، عام وبرامج الاثنين بقوا بياخدوا كويزز، عام وبرامج الاثنين بقى بيعملوا اساينمنتات، عام وبرامج بقوا الاثنين عندهم اسبوع ميد ترم بيتهانوا في الاسبوع ده عادي جدا. كله بقى زي بعضه، كل حاجه حرفيا بقت زي بعضها. تمام. حتى كمان ما عندناش حاجه اسمها ان انا اشيل سنه. لا انت دلوقتي لو انت سقطت مثلا في ماده معينه لم توفق فيها، فانت بتنزل لها سمر كورس، من الاخر ملاحق صيفيه، بس احنا بندلعها في الكليه بنقول لها سمر كورس. بتدفع برضك مبلغ على حسب. يعني مثلا لو الماده دي بساعتين مثلا، فانت بتشوف بقى هو بيقول لك بقى الساعه في السمر بكام، فانت بتبدا تشوف لو الساعه في السمر مثلا ب 500 جنيه ولا ب 1000 جنيه، فانت بتقول 1000 في الساعتين يبقى ب 2000 جنيه، يبقى انت هتدفع 2000 جنيه وتنزل تمتحن الماده وتدرسها عادي جدا في الصيف، وتنجح فيها وتبقى عادي مع دفعتك. ما عندهاش حاجه اسمها ان انا في سنه تانية فانا شلت السنه
فاعيدها بقى مع بتوع تانية السنه الجايه. لا، ما عندناش الكلام ده، انت هتفضل مع دفعتك، بس انت لو انت شلت مواد وكده فهتنزل سمر كورس. تمام. وعام وبرامج الاثنين بقوا واحد. طيب بالنسبه لنقطه كليه علوم، فاحنا برضو كعام وبرامج الاثنين بقوا بيروحوا كليه علوم. ايه كليه علوم بنعمل فيها ايه؟ انت بس بتروح اول ترم في 3 مواد عندك في سنه اولى: فيزيكس وبيولوجي وكيمستري، كيمياء واحياء وبتاع وفيزياء. طيب ال3 مواد دول بتاخدهم في كليه علوم. هتقول لي ايه لازمتهم في بيطري؟ اقول لك ما لهمش اي لازمه، بس انت لازم تاخدهم. هو كان نظام كده، وكل ماده فيهم بساعه، ما بتاثرش قوي في الجي بي اي، بس هما لازم يتاخدوا. وبنروح كليه علوم اول ترم، وبعدها خلاص ما عدناش بنروح. وحتى احنا مش احنا بس اللي بنعمل كده، طب اسنان برضو بيروح، هتلاقوهم برضو معاكم في كليه علوم. وفي تربيه بيولوجي هتلاقوهم في كليه علوم. يعني في اكتر من حاجه، يعني مش احنا الكليه الوحيده اللي بنعمل كده. طيب ده كده احنا اتكلمنا عن المصاريف، واتكلمنا عن نظام الكليه وعام وبرامج. طب دلوقتي بقى ايه الفرق بقى فعلا بين عام وبرامج؟ طب ما كده كل حاجه زي بعض. طيب برامج بيدرسوا نفس المواد بتاعت عام بالظبط يا دكاتره. كل برامج يعني الاثنين المواد كلهم واحده. حتى يعني انا اصلا كطالبه بشرح الماده، مثلا بشرح مثلا ماده وليكن فيسيولوجي، فبتوع عام وبرامج بيسمعوها عادي، يعني احنا كلنا واحد. وبتاخد انت كبرنامج بتاخد كل المواد اللي بياخدها عام. بس انت بقى الزياده عندك في حاجه، انك بتاخد ماده زياده للتخصص. يعني ايه؟ يعني انا مثلا انا كياسمين برنامج صحه وسلامه الغذاء، فانا باخد ماده زياده عندي. وطبعا المواد دي خلي بالكم بنبداها من سنه ثالثه، يعني التخصص ما عادش من سنه اولى. انت اول سنتين اولى وثانيه ما بتبقوا زي بعض، انتوا كلكم زي بعض، ما فيش اي اختلاف خالص. عام وبرامج بيبقوا تيبيكال. بتبدا بقى تحس انك اختلفت شويه، انك بتبدا تاخد ماده التميز ان شاء الله بتبدا من سنه ثالثه. وعلى فكره انت في خلال اول سنتين، لان دي حاجه كانت موتراني جدا، فكره ان انا طب انا هحدد برنامجي من اولى، وانا اصلا انا ما اعرفش ايه البرامج، انا لسه مش فاهم، ما ممكن ما يعجبنيش البرنامج. فانت اول سنتين بتقعد تجرب، يعني انت في اول سنتين تبقى عام عادي جدا. من ثالثه بقى تبدا تختار البرنامج بتاعك. حتى لو انت في سنه اولى، انك طبعا انت هتكتب ترشيح للبرنامج بتاعك وانت في اولى، بس انت مش هتبدا تدرسه الا في ثالثه. طب لو انا مثلا كاتب برنامج ادويه، وانا بعد سنتين حبيت يا ستي احول تحاليل، فساعتها اقدر احول عادي، بنقدر نحول. في زمايل ليا كتير قدروا يحولوا عادي، بس الافضل تحول بقى من اول ثالثه. يعني لو انت دخلت في البرنامج مش هتعرف تحول، صعب التحويله دي، صعب، هتبقى مشكله بالنسبه لك، يعني فاهمني. فما تقلقش من حته بقى البرنامج اختار ايه وبتاع. انت اول سنتين اصلا بتبقوا زي بعض، ما بتاخدش اي حاجه. طيب الماده بس زياده اللي بتضاف لك، هي دي بس اللي بتبقى زياده عندك حسب بقى التخصص بتاعك، ودي اللي طيب في سؤال اخير ممكن يجي في ذهنك. طب لو انا دلوقتي ياسمين مثلا متخرج من كليه طب بيطري، برنامج ادويه او برنامج سلامه غذاء او ايا يكن البرنامج، هل انا اقدر اشتغل في مجال تاني غير البرنامج بتاعي؟ هقول لك بكل بساطه ايوه. انت بتتخرج طبيب بيطري عام. بصوا يا دكاتره، طب بيطري احنا ما عندناش تخصصات، احنا مش زي بشري بقى عندها تخصص عيون وجراحه والكلام ده، انك لو انت طبيب عيون فانت خلاص ما ينفعش مثلا تشتغل جراح، فلا احنا ما عندناش كده. انت بتطلع بتتخرج دكتور بيطري، انت طبيب بيطري عام، فانت تقدر تشتغل في اي حاجه لها علاقه ببيطري. ولكن اللي احنا عندنا بنسميه مش تخصص، بنسميه تميز، حتى اسمه برامج مميزه. يعني انت من الاخر بتبقى مميز في مجال معين، واخد فيه شويه معلومات زياده شويه عن زميلك اللي في عام. بس ده كل الفرق حرفيا، مفيش اي حاجه بقى اسمها لا متخصص في كذا، لا. فانت عادي جدا لو انت اتخرجت مثلا برنامج ادويه، فعادي تفتح عياده بيس. لو انت بتاع بيتس فعادي تشتغل في شركه ادويه، انت حر. يعني انت في الاول في الاخر طبيب بيطري عام، تقدر تشتغل في اي حاجه. عشان النقطه دي كانت برضو موتراني جدا، لان انا طالب في اولى، انا اصلا مش عارف ايه صح وسلامه الغذاء، انا مش فاهم، انا لسه مش عارف نفسي فين اصلا، انا هلاقي نفسي فين. فعادي جدا انت بتتخرج، وعادي والله احنا عندنا دكاتره يعني تقال جدا مثلا في البيتس، وهم اصلا كانوا برنامج سلامه غذاء في كليتهم، فلا قشطه يعني مفيش اي حاجه خالص، فدوس وجون مفيش اي مشكله. اخر بقى حاجه ياسمين، تنصحينا نخش عام ولا برامج؟ بص، لو انت يعني مثلا انت وليكن من المنصوره خلاص، وجالك طب بيطري المنصوره، ليه تخش برامج؟ خليك عام زي ما انت تخش برامج هي في حاله واحده، لو انت زي حالتي كده جالك بيطري بعيد وانت عاوز ترجع بلدك بس. يعني انا صراحه انا ما بحبش فكره الغربه، خصوصا في بيطري، لان بيطري يا جماعه كليه تقيله جدا. مش بحبكم، بس هي كليه تقيله ومرهقه. فاحسن حاجه يعني، لان انا بشوف اسئله كتير جدا على الجروبات اللي هي اللي على الفيسبوك وكده، تقعدوا تقولوا اخش برنامج عام كذا، ولا اخش جامعه الزقازيق احسن، ولا اسماعيليه احسن، ولا كل ده في الفاضي. يعني بصوا، كل الكليات شبه بعضها، كل الجامعات شبه بعضها. اللي انا عاوزه اقوله لك
شوف ايه اقرب حاجه لبيتك وروحها بس، والله دي اهم حاجه، هو كله شبه بعضه. شوف بس انت ايه الاقرب ليك. يعني لو انت من الزقازيق تمام وجالك طب بيطري الزقازيق، خش الزقازيق عام. طب لو انت من الزقازيق وجالك طب بيطري السادات، لا حول للزقازيق برامج. بس المهم تبقى في محافظتك، تبقى في بلدك، عشان الغربه مش حلوه. بس كده. ولو جيت انت حسبتها كمصاريف او كده، فانت اللي هتدفعه في الغربه هي نفس مصاريف البرنامج. فبس خلاصة الكلام عشان بس ننهي بقى الموضوع ده. لو انت جالك، لو انت زي حالتي كده، لو انت جالك بيطري في مكان بعيد، فحول برامج بيطري في بلدك. لكن لو انت بيطري جايلك قريبة منك في بلدك عادي، فخليك زي ما انت عام، ملهاش لازمة تدفع فلوس برامج. وبس كده. لو عندك اي سؤال بخصوص سنة اولى، بخصوص البرامج، بخصوص اي حاجة بتيجي في ذهنك، فاكتبها لي في الكومنت تحت، وان شاء الله هرد عليك في فيديو. وما تنساش تشير الحلقه وتعمل لايك وشويه الحبشتكات بقى بتاعت اليوتيوبر دول، علشان الفيديو يوصل وتفيد، يعني الفايده تعم من الاخر. وانتظرونا في حلقه قادمه من حلقات اعرف بطريق مع ياسوبت.